مساء الخير والسعادة عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. النهاردة بقى هنعمل الصينية التحفة دي اللي تفتح النفس. هنعمل مسقعة، المسقعة البلدي أو المسقعة المصري، المهم هنعملها بخطوات سهلة جدا وبسيطة وهتطلع معاكي تحفة جدا. وعايزة أقول لكم كمان لما تبات بتكون أحلى وأحلى. يلا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا عبارة عن إيه. معانا بطاطس متقطعة صوابع، وبتنجان شرايح أنا حطاه في مية وملح، وطماطم متقطعة، ومعانا فلفل ألوان وفلفل حامي، ومعلقة توم كبيرة مفروم، ومعانا توابل بقى عبارة عن ملح، كمون، فلفل، كزبرة ناشفة، كل التوابل حسب الرغبة. أول حاجة هنحط طاسة كده على النار وهنحط فيها زيت، وبعد كده نقلي البطاطس وهنقلي البتنجان وهنقلي الفلفل، كل حاجة هنقليها. الخطوة بتاعة الملح دي بتخلي البتنجان بتاعك لو فيه مرارة تنزل، وكمان ما يشربش زيت. هنا قلينا البطاطس والفلفل والبتنجان كمان على النار اهو، الفلفل الألوان، ونبتدي بقى نقلبه من وقت للتاني عشان ما يتحرقش معاكي ويكون سواه زي بعضه. هنجيب بقى طاسة كده ونحط فيها معلقتين كبار زيت وبعدين معلقة الثوم ونبتدي نحمرها بس يوصل لونها ذهبي. هننزل بالطماطم. انا هنا مقطعه الطماطم، لو انت حابه تضربيها في الخلاط مفيش مشكله، بس هي متقطعه بتكون اطعم واحلى بكتير. خلاص هي كده بقى لونها جميل. بس انا بقلب بس عشان ما تلسعش. انزل بالطماطم وكمان التوابل. بسم الله. هنحط التوابل كلها ونبتدي نقلبها بقى ونسيبها كده لحد ما تغلي غلوتين. انا مش عايزاها تتسبك قوي، انا عايزه بس يا دوبك الطماطم تدبل. هي حلاوه المسقعه حتى لو انت ضاربه القوطه في الخلاط ما تخليهاش تتسبك جامد. وادي كل حاجه بتاعتنا اتقلت اهي. ننزل بيها بقى في الصلصه واحنا مولعين النار. بصوا بقى الجمال والحلاوه، والله كانت تحفه. وهنقلبها كده تقلبتين على النار وبعد كده هنقدمها. تقدري تقدميها زي ما انت تحبي، بس هي احلى حاجه تتاكل في الصينيه زي ما هي كده. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. واستنونا في وصفات جديده واقول لكم مع السلامه.